السلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معايا عندي واحد الحرشه اللي رائعه بالفينو فقط، كتجي زوينه بزاف، كتجي رطبه، يعني المذاق بين المذاق ديال الحرشه وكتجي بالمذاق ديال الكيك كذلك. كيجي فيها واحد المذاق اللي رائع وكتجي رطبه، كتجي فتيه بزاف. كنتمنى فعلا انكم تجربوها. كيف ما كتشوفوا معايا، اول حاجه ضروري ما كنجيبوا المقله فاش غنطيبوا هاد الحريشه كندهنوها بالزبده. ضروري ما كندهنوها بالزبده مزيان. الا المقله تكون كتلصق لكم ولا شي حاجه، لبسوها مزيان بالزبده وغادي نرشوها بالفينو. ضروري كنوجدوا المقيله هي الاولى باش فاش نخلطوا الخليط، يعني المقيله تكون عندنا موجوده باش ما يشربش معنا داك الخليط ويزيد ينشف. صافي كيف ما كتشوفوا معايا، ها هي المقيله وجدات. وهنايا المقادير اللي عندي هما هادو ساهلين وبساط: كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت نباتيه، 2 كيسان ديال الفينو، عندي معلقه ديال السكر سنيده، واحد البيضه، وواحد الخماره حمراء يعني 8 الغرامات، وواحد القريصه ديال الملحه عفوا اللي ضروري منها. كيف ما كتشوفوا معايا، اول حاجه درت قريصه ديال الملحه وزدت ديك البيضه وسنيده، وغادي نطربهم مزيان. ضروري ما نطربهم مزيان حتى كتذوب ديك المعلقه ديال سنيده وكيتبدل اللون ديال البيض. كنبقى نطرب فيهم مزيان حتى كيولي اللون ديال البيض ما كيبقاش صفر، كيولي بيض بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وغادي نزيد داك نص كاس ديال الزيت، غنبقى نضيف فيه شويه بشويه وانا كنطرب، يعني راه ما كنحبسش الطراب، بالطراب اليدوي فقط. وغنجيب داك الكاس ديال الحليب اللي بحراره المطبخ، يعني ما يكونش بارد من الثلاجه، ضروري نجبدوه قبل. وغنضيف الكاس الاول ديال الفينو، وغنزيد ديك المعلقه ديال الخميره. انا غادي نغربلها باش ما تبقاش عندي مكوره. صافي كنخلط وغنضيف الكاس الثاني، يعني المقادير راها مضبوطه، نفس الكاس كتاخذوا به جميع العبارات. غنبقى نزيد في داك الفينو شويه بشويه، ولكن انا راه زدت معايا 2 ديال الكيسان. نتوما كتضيفوا الكاس الاول والكاس الثاني كتضيفوه يعني شويه بشويه باش ما يتقالش لكم الخليط. وفي حاله الا تقال كتزيدوا شويه ديال الحليب وصافي. كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديال الخليط هو هذا، كيكون شويه ثقيل. صافي غنجيب المقله، كيف ما قلت لكم المقله نوجدوها في الاول باش ما نزيدش الخليط يشرب. صافي كنهبط كلشي الخليط في المقله وكنحاول نوزعه في المقله كامله لانه هو تيكون شويه ثقيل. صافي غنوزعه في المقله كامله بشكل متساوي، ونحاول نخبط المقله باش كيتقاد ليه الوجه ديالو. بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا كنخبطوها غير شويه. صافي دابا مباشره كنطيبوها على عافيه اللي مهيله بزاف. وانا راني دايره ديك الحديده ديال الطاجين باش كطيب يعني على خاطرها وما تبقاش خضره من الداخل. وضروري ما كنغطيوها، ومره مره فاش كنشوفوا هذاك الغطاء ديالها يعني تجمع فيه داك الماء بالصهد ديال الحراره،
كنحيدوه وكنمسحوه ونعاودو نردوه باش ما يقطرش لينا داك الماء فوق الحرشه. صافي فاش كنقيسوها من الفوق وكنلقاوها نشفات كامله كنعرفوها يعني راها طابت، وكنقلبوها في شي صحن بحال كيف درت انا وكنردوها للمقله صافي. والعافيه مهيله، عرفتي العافيه كنقتلوها وراه دغيا كطيب، رغم ذلك راه دغيا كتحضر دغيا كطيب. صافي كنحاول نضغط لها على الوجه ديالها يعني باش يجي محمر كامل بواحد الشكل متساوي، وضروري كنبقاو ندورو فيها يعني باش كتجي فيها التحميره كامله. ما كتاخدش وقت كتير في الطياب، راه دغيا كطيب، يعني ضروري تبقاو واقفين حداها ما تفوتوش عليها. صافي ومره مره كندورها كيف ما قلت لكم، وغادي نعاود نقلبها كيف ما كتشوفوا معايا. ها هي طابت وتحمرات، والحرشه ديالنا هي هذه الشكل النهائي ديالها كيف ما كتشوفوا. يعني راه كيجي فيها واحد اللون اللي موحد، كتحمر كامله من التحت ديالها كيجي لون واحد. وغادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل ديالها. شوفوا معايا راه مازال سخونه، حرشه اللي ناجحه وفعلا دغيا كتحضر، كتوجد بواحد اش غنقول لكم. ضروري خصكم تجربوا هاد الحرشه البنات، لانها فعلا كتستحق التجربه. راه كتجي فتيه بزاف كتفرتت، يعني كيجي فيها المذاق ديال الحرشه والمذاق ديال الكيك، واحد الحرشه اللي واعره فعلا كتستحق التجربه. غادي نقسم لكم من الداخل باش تشوفوا كيفاش كتجي. راه ما كتجي لا معجنه لا حتى حاجه، شوفوا معايا كتجي مفركه من الداخل بالفينو فقط. كتجي واحد الحرشه اللي رائعه، يعني نهار تجربوها غتولي عندكم ادمان، تصاوبوها وتعاودوا تصاوبوها لان فعلا كتستحق. والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.